قانون فارل رقم 3: النجاح مش صدفة، هو نتيجة فوضى محسوبة. يعني اللي باين عشوائي في حياتك هو ممكن يكون أكتر خطة دقيقة الكون بيرتبها لك. اوعى أبدا تستقل بنفسك، واوعى أبدا تفكر نفسك قليل ومش هتقدر تعمل الحاجة دي. النهاردة أنا مش جاي أديك درس تنموي أو جاي أقولك إزاي تقدر تحقق ال 4000 ساعة بقوة وعزيمة، لا، ده أنا جاي أقولك إزاي تقدر تستخدم الأدوات اللي في إيدك في تحقيق شرط ال 4000 ساعة بمنتهى السهولة. يوتيوب الفترة الأخيرة طرح تحديث عالمي في ناس كتير قوي ما اتكلمتش عنه. التحديث ده لو انت استغليته بطريقه صحيحه، موضوع ال 4000 ساعه بالنسبه لك هيكون شيء سهل جدا. ولكن التحديث لوحده مش هيقدر يمكنك انك توصل ل 4000 ساعه، لازم تستخدم الذكاء الاصطناعي زائد التحديث. لو ضفت الاتنين جنب بعض هتقدر توصل لكوكتيل حرفيا هيخلوا ال 4000 ساعه بالنسبه لك كلام بسيط. انا جربت ادمج ما بين التحديث والذكاء الاصطناعي، وفي 13 يوم بس قدرت اوصل لحوالي 3800 ساعه. تخيل معايا، وصلت لل 4000 ساعه تقديريا في حوالي اسبوعين بالظبط. قدرت افعل قناه تانية تعتبر من ضمن القنوات الخاصه بيا وبعيده كل البعد عن المحتوى اللي جايين نتكلم عليه. فعشان تظبط النجاح لازم تبقى فاهم ان الفوضى اللي حواليك تبقى محسوبه. فانت لو عندك محتوى على القناه بتاعتك استغلها زي ما دكتور فارل ما قال. فانت لو عندك محتوى على القناه بتاعتك وما بيجيبش اي تفاعل ومش قادر توصل لل 4000 ساعه، اسمع نصيحه دكتور فارل، احسب الفوضى اللي عندك حساب مظبوط وحطه في قائمه عشان توصل للنجاح. ده اللي انا جاي اعلمه لك النهارده عن طريق الذكاء الاصطناعي. يلا بينا نخش في تفاصيل حلقه النهارده اللي تعتبر من اهم الحلقات اللي انت ممكن تسمعها على يوتيوب. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على طه الامين سيدنا ونبينا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم. طيب النهارده انا جاي اقول لك ازاي تعرف تحقق شرط ال 4000 ساعه عن طريق تحديث يعتبر من افضل التحديثات اللي عملتها شركه يوتيوب في 2025. الموضوع ده انت لو استغليته صح هتلاقي ان شرط ال 4000 ساعه مشاهده بالنسبه لك كلام فاضي وسهل جدا. طيب التحديث بمنتهى البساطه هو عباره عن ايه؟ كلنا عارفين ان القنوات التعليميه هي اقل القنوات تفاعلا من حيث المشاهدات ومن حيث التفاعل بوجه عام. فيوتيوب عشان يبتدي يساعد الناس دي ابتدى يضيف لهم حاجه اسمها الدورات التدريبيه. يعني يا خالد، لو انا مش بتكلم في محتوى تعليمي زيك، انا الحلقه دي مش هتفيدني؟ لا بالعكس، انت لو بتتكلم في اي محتوى، حتى لو بتتكلم في محتوى الطبخ، هقول لك ازاي تقدر تستفيد بموضوع الدورات التدريبيه افضل استفاده ممكنه وتحقق الشرط بتاع ال 4000 ساعه مشاهده. خليني الاول اديك نبذه مختصره عن التحديث. يوتيوب فرضت عليك 3 شروط لازم تلتزم بيهم كويس جدا، ولازم تركز عليهم كويس جدا عشان تلتزم بارشادات المنتدى الخاصه بشركه يوتيوب. قالت لك لازم تقدم 3 حاجات، لازم تلتزم ب3 شروط اساسيه يوتيوب فرضتها عليك عشان تلتزم بارشادات المنتدى الخاصه بالدوره التعليميه. يعني مثلا انت لو محتواك بيتكلم عن البرمجه، فانت لازم في رقم 1 تلتزم بتقديم درس. لازم الدرس ده يكون مصمم لتعليم المشاهدين بشكل نشط، ولازم بيقولك بننصحك بالتركيز على شرح المفاهيم بوضوح وعرض المهارات وتقديم معلومات قابلة للتنفيذ. ولازم تسأل نفسك ايه اللي هيتعلمه المشاهد بعد اكمال الدورة التعليمية. رقم 2 تكون ملائمة لجميع الاعمار. لا يجوز ان تتضمن الدورة التعليمية محتوى محظور على فئات عمرية معينة. يعني لازم المحتوى اللي انت تقدمه يكون لكل الفئات العمرية الممكنة. رقم 3 توفير محتوى تعليمي اضافي. بيقولك يجب ان الدورة التعليمية بتاعتك تكون فيها 3 فيديوهات على الاقل، ما تكونش متكررة او تابعة لقناة تانية. يعني ما ينفعش تروح تاخد محتوى مثلا من قناة خالد وتروح تضيفه في الدورة التعليمية دي عشان انت تستفاد وتجيب ترافيك للقناة بتاعتك. الكلام ده مرفوض رفض كامل. ويوتيوب بيقولك ملاحظة مهمة جدا، اذا لم تستوفي الدورة التعليمية هذه المتطلبات اللي هم ال3 دول، قد نحولها الى قائمة تشغيل. يعني انا عندي حاجتين، عندي حاجه اسمها الدوره التدريبيه وعندي اسمها قائمه التشغيل. قائمه التشغيل دي اللي فيها الفيديوهات بتاعتي اللي انا عامل لها قوائم تشغيل. لو انت ما التزمتش بالحاجات اللي هو قالها لك هتلاقيه مباشره لغى الميزه بتاعه الدورات التدريبيه دي ونقل لك الكورس اللي انت عملته كقائمه تشغيل عاديه. تعال اوريك ازاي تقدر تعمل دوره تدريبيه بطريقه كويسه جدا عن طريق الذكاء الاصطناعي كمان. في البدايه هتفتح القناه بتاعتك وتضغط على كلمه المحتوى، وبعد كده هتضغط على كلمه الدورات التدريبيه، وبعد كده هتضغط على كلمة دورة تدريبية جديدة. تمام؟ هنا بيطلب منك شوية معلومات أساسية، وهي العنوان بتاع الدورة والوصف بتاع الدورة والفيديوهات اللي انت هتضيفها في الدورة. العنوان بتاع الدورة عشان تقدر تجيبه وتكتب عنوان قوي وشيق لازم تعرف الدورة بتاعتك بتتكلم عن ايه. انا الدورة بتاعتي مثلا بتتكلم عن انشاء قنوات اجنبية عن طريق الذكاء الاصطناعي. دي الدورة اللي انا شغال عليها بقالي فترة ومنزل فيها حوالي 11 فيديو على القناة. فاذا انا عرفت انا هشتغل على ايه دلوقتي. فهروح اكتب له في العنوان انشاء قنوات يوتيوب اجنبيه
عن طريق الذكاء الاصطناعي باحترافية. مثلا ده العنوان العام بتاع الدورة بتاعتي. طيب انا شايف ان العنوان ده مش قوي، شايف ان العنوان ده مش جذاب، فهبتدي اخد العنوان ده كده نسخ، فهروح لشات جي بي تي واقول له اكتب لي عنوان قوي لهذه الدورة التدريبية التي اقدمها على اليوتيوب. وبعد كده هنزل تحت واحط له العنوان اللي انا ابتكرته واضغط على انتر. هيبتدي شات جي بي تي يبتدي يكتب لي اكتر من 10 عناوين او 7 عناوين، هبتدي اختار منهم العنوان القوي الجذاب المناسب لمحركات البحث. وليكن مثلا 2 دورة انشاء قنوات يوتيوب اجنبية بالذكاء الاصطناعي خطوة بخطوة. انا شايف ان العنوان ده قوي ومفيش فيه اي شيء مخادع، بل بالعكس انه بيلتزم بسياسات يوتيوب. فابتدي انسخ العنوان بالشكل ده وهرجع هنا هحطه له كده. العنوان ده بتاعي هشوف هو مدى التناسب بتاعه مع الاس اي او. خلينا نستنى اداه فيديك اللي احنا شرحناها الحلقه اللي فاتت. زي ما انت ما شايف العنوان فعلا قوي جدا. كده ناقص ان انا احط الوصف واحط الفيديوهات. فهروح لشات جي بي تي هقول له انا اخترت العنوان ده، تمام. وبعد كده هقول له اكتب لي وصف قوي لهذه الدورة التدريبية، تمام. مع العلم انا شرحت في هذه الدورة، وابتدي اكتب له الحاجات اللي انا شرحتها اوريدي في الدوره بتاعتي. وليكن مثلا دي الفيديوهات اللي انا شرحتها جوه الدوره، ال11 فيديو دول. فابتدي امسك له اسامي الفيديوهات المشهوره في الدوره وابتدي اخد العنوان بتاعها. وليكن ده فيديو من ضمن الفيديوهات ازاي عملت قناه يوتيوب اجنبيه بالذكاء الاصطناعي بدون لغه. فابتدي انسخ العنوان بالشكل ده واروح لشات جي بي تي ابتدي احط له العنوان الاول. وبعد كده هروح هنا اروح اختار عنوان تاني، وليكن مثلا ازاي عملت قناه يوتيوب اجنبيه تعليميه بالذكاء الاصطناعي بخبره 10 سنين. اروح احط له العنوان الثاني. وبعد كده مثلا عملت قناه اجنبيه عن الفراعنه، تمام، واروح احطه له هنا. وبعد كده مثلا ممكن اختار عملت قناه يوتيوب اجنبيه في 10 ايام بس، وبعد كده احطها له هنا. كده انا المفروض ان انا هخليه يكتب لي وصف ليه علاقه كمان بالحاجات اللي انا شرحتها جوه الدوره. ركز معايا عشان اعلمك ازاي تقدر تتبع سياسات يوتيوب بطريقه صحيحه. بيبتدي هو دلوقتي يكتب لك وصف كويس جدا للدوره. هنستنى مع بعضينا لحد ما نشوف هو كتب وصف عامل ازاي. دلوقتي هو ابتدى يحط لي وصف محترم جدا. بيقول لي في هذه الدوره الحصريه دوره انشاء قنوات يوتيوب اجنبيه بالذكاء الاصطناعي خطوه خطوه، هتتعلم عمليا باسلوب بسيط ازاي تبدا مشروع حياتك وتبني قناه يوتيوب اجنبيه ناجحه من الصفر بدون ما تتكلم ولا تظهر بنفسك. انا لاحظت ان الوصف احترافي وكويس جدا. هبتدي اخد الوصف بالشكل ده نسخ وابتدي احطه له هنا في الوصف. انا براحتك ممكن تكتب وصف براحتك وكبير براحتك، انت معاك لحد 5000 كلمه بيوصفوا الدوره بتاعتك. لازم تكتب وصف كبير وفي عشان تتمكن من تصدر محركات البحث. وهنا العلني هسيب المستوى بتاع الدوره علني، اقدر اخليه علني خاص غير مدرج، اخليه علني زي ما هو. ومن اضافه الفيديوهات ابتدي اضيف الفيديوهات اللي المفروض ان انا هضيفها جوه الدوره. ابتدي اختار الفيديوهات اللي ليها علاقه بالمحتوى بتاعي وبترتيب كويس جدا. فانا اذا هختار الفيديو الاولاني بتاعي اللي هو ده، وبعد كده هبتدي اختار الفيديو الثاني ده، وده الفيديو الثالث مثلا، وده الفيديو الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع، تمام. وممكن بعد كده اضيف له الفيديو العاشر ده. كده انا عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دول 10 فيديوهات كويسين جدا. انا هبتدي اضيفهم له دلوقتي كدوره تعليميه. بعد كده هبتدي اضغط على تم. طبعا انا بختار الفيديوهات اللي بيكون فيها فعلا محتوى ليه علاقه بالوصف اللي احنا كتبناه بتاع الدوره التدريبيه. بعد كده هضغط على تم. تمام. هنا بيقول لي انت ضفت 10 فيديوهات. هبتدي اضغط على انشاء. هنا بيقول لي الفيديوهات في الدوره التدريبيه. زي ما انتم ما شايفين تم اضافه الفيديوهات كدوره تدريبيه. دلوقتي انا لو رجعت لورا وضغطت على كلمه الدوره التدريبيه هلاحظ ان انا عندي خلاص دي دوره تدريبيه زي ما انتم ما شايفين مكونه من 10 حلقات، وهي دوره انشاء قنوات يوتيوب اجنبيه بالذكاء الاصطناعي خطوه بخطوه. زي ما انت ما شايف كده انا انشأت الدوره التدريبيه. الميزه في الموضوع ده ان اي حد هيتفرج على اي فيديو من الفيديوهات دول هيكر معاه على الاقل فيديوهين 3. فانت هتقدر تتمكن من حصد عدد ساعات مشاهده كويسه جدا، وبالتالي تقدر تجمع ساعات او الشرط بتاع ال 4000 ساعه بمنتهى السهوله. هنا معلومه مهمه جدا هو بيقولها لك، بيقول لك اذا لم تستوفي الدوره التعليميه هذه المتطلبات
قد نحولها الى قائمه تشغيل عاديه ونزيل ميزه الدورات التعليميه. دي انا قلتها لك من شويه، ولكن هنا بيقولك في يوتيوب، ولكن بيقولك في حاله تكرار انشاء دورات تعليميه لا تستوفي هذه المتطلبات، بيقولك القناه ممكن تفقد امكانيه انشاء دورات تعليميه في المستقبل. يعني من الاخر لو هبت وما التزمتش بالكلام اللي انا قلته لك وما التزمتش بالكلام اللي اليوتيوب قالته لك، ممكن تفقد تماما ميزه الدورات التدريبيه في قناتك كمان قدام. فركز وخلي دايما اختياراتك في موضوع الدورات التدريبيه بشكل احترافي، لان هي ميزه وتحديث جديد ممكن يسهل عليك جدا امكانيه الحصول على ال 4000 ساعه. لو اي حد بحث بكلمه انشاء قنوات يوتيوب اجنبيه مثلا او انشاء قناه يوتيوب اجنبيه، هتلاحظ نفسك بتظهر من ضمن البحث او السيرش، فهو مش هيتفرج على فيديو، ده هيتفرج على الاقل على 3 4 فيديوهات. بس كده، يا رب يكون الفيديو ده مفيد ليك. لو الحلقه عجبتك ما تحرمناش من اللايك والشير والسبسكرايب. اشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه. كان معاكم خالد، دي كانت قناتكم سيبونا نتعلم. سلام الله عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مع السلامه.